عمري ما هاخلّيكِ من برّه تاني تشتريه، ده بتمن ساندوتش واحد من برّه تقدري تعملي لولادِك كمية حلوة من ساندوتشات الكريب زي ما أنتِ شايفة كده، وبأسهل طريقة من أول العجينة والحشوة، حاجات كلّها بيتي ومضمونة ومعروفة معمولة إزاي. قبل أي حاجة طبعًا زي ما متعودين مع بعض نصلّي على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ويالّا بينا بسرعة نشوف الطريقة إزاي. هتجيبي الخلاط بتاعِك وممكن تشتغلي عادي جدًا في طبق والمضرب اليدوي، هتنزلي في الخلاط بكوبايتين 2 من الحليب، ممكن تستبدليهم بالمَيّة وممكن كمان تعملي mix ما بين المَيّة والحليب، كمان هتنزلي عليهم بمعلقة كبيرة من السكر، ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين 2 كبار من الزيت ممكن تستبدليهم بزبدة، بس أنا قُلت النهارده المقادير بتاعتي تبقى إلى حدٍ ما خفيفة شوية، هانزل عليهم بكوباية ونُص من الدقيق المنخول بالشكل ده كده، متهيأ لي ما فيش أسهل من كده، حابة تضيفي بيض براحتك. أنا عملته معاكم قبل كده بالبيض والزبدة، فالنهارده قُلت إيه نعمله معاكم كده بمكونات إلى حدٍ ما على قد الإيد. هتمسكي بقى خليط الكريب بتاعِك ده كده في الخلاط واضربيه كويس جدًا، وزي ما اتفقنا ممكن عادي تعدّي الخطوة دي بالمضرب العادي اليدوي. أي حاجة بقى كده في الخلاط في جدران شفشق الخلاط بالشكل ده كده هتنزّليها واضربيه لحد ما ينعم معاكِ كويس جدًا، هيبقى معاكِ بالشكل ده كده. ده القوام المطلوب، بالمنظر ده كده. مصفى بقى برضه وزيادة تأكد إن ما فيش أي تكتلات، وصفّي خليط الكريب بتاعِك ده كده، ما شاء الله ما فيش فيه أي حاجة، نركنها على جنب كده يعني حوالي 10 دقايق كده. بعد ما تسيبي بقى عجينة الكريب ترتاح معاكِ لمدة 10 دقايق، هتجيبي طاسة الكريب أو أي طاسة موجودة عندِك، بس أهم حاجة تكون غير قابلة للصق، هتدهنيها دهنة زيت خفيفة خالص، وهتنزلي بكمية من خليط الكريب هتوزعيها في الطاسة بالشكل ده كده، هترفعيها على البوتاجاز درجة حرارة متوسطة، مش هتيجي ناحيتها خالص غير لمّا تلاقي الأحرف بتاعة العيش الكريب بتاعِك سابت الطاسة بالشكل ده كده، وابتدت لونها يغيّر معاكِ، هتقلبيها على الوش التاني. كل وِش هياخد معاكِ بالضبط 30 ثانية لحد ما يستوي وياخد لون حلو معاكِ. أهم حاجة تمسحي الطاسة بتاعتِك مسحة زيت خفيفة جدًا، وتنزلي بكمية من خليط الكريب، ما تجيش ناحيته خالص إلا لمّا تلاقي الأطراف بتاعته ساوت الصينية وغيّر لونه بالشكل ده كده، وأهم حاجة لمّا تطلّعيه ترصيه كله على بعضه وغطّيه بفوطة عشان يفضل طري معاكِ. كل وِش زي ما اتفقنا هياخد معاكِ حوالي 30 ثانية، وتقلبيه على الوش التاني برضه 30 ثانية، وبعد كده تطلّعيه ترصيه على بعضه تغطّيه بفوطة يفضل طري معاكِ. هاكمّل باقي الكمية بتاعتي بنفس الطريقة كده لحد ما أخلّص كل الكمية اللي معايا. أنا أخدت كده حوالي كوبايتين من عجينة الكريب وضِفت عليهم معلقتين 2 من الكاكاو، علشان طبعًا نعمل الحلو بالمرّة، بس هانزّل لكم الفيديو الحلو في فيديو تاني علشان ما أطوّلش عليكم الفيديو ده. هنسويه بنفس الطريقة، الطاسة بتاعتنا هندهنها دهنة زيت خفيفة، وهننزل بكمية من عجينة الكريب الحلو بتاعتنا، مش هاجي ناحيتها خالص غير لمّا الأطراف تسيب الطاسة، وكمان اللون بتاعها يغيّر بالشكل ده كده، هاقلبه على الوش التاني وكل وش هياخد معانا 30 ثانية، أهم حاجة برضه لمّا نطلّعه من الطاسة نغطيه بفوطة نضيفة عشان يفضل طري معانا، هنسويه بنفس الطريقة بالضبط. أنا خلّصت الكمية بتاعتي كلّها بالشكل ده كده، وغطيتها بين فوطتين بالمنظر ده، عشان كده شايفة رغيف طري جميل جدًا ما فيش أحسن من كده، كوباية ونُص دقيق عملنا منهم الكمية الحلوة ديّة، هنعمل حلو حادق بطريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية، شايفين ما شاء الله الله أكبر الرغيف تحفة. ندخل بقى على الحشوة، والحشوة هنا ترجع لِك أنتِ، أي حشوة موجودة عندِك اشتغلي بيها، ما تقيديش نفسِك خالص بالحشوة اللي أنا استخدمتها، اللي موجودة عندِك والمتاح عندِك في تلاجتِك اشتغلي بيه. أنا كان عندي كام قطعة ستريبس كده في التلاجة بصراحة الولاد ما كانوش عايزين ياكلوهم، قطّعتهم بالشكل ده كده، وكمان حمّرت جنبهم بطاطس صوابع، فلفل بقى أخضر أو أصفر، أحمر الموجود عندِك، وجبنة موتزاريلا، ممكن كمان تضيفي زيتون، ممكن فراخ، ممكن جبنة وبطاطس وخضار بس، الحشوة ترجع لِك أنتِ تمام، ده اللي كان موجود عندي في التلاجة فاستغليته. انزلي بقى كده بجبنة موتزاريلا، قطع ستريبس، بطاطس، فلفل، وبعد كده هتقفّلي الساندوتش بتاعِك بالشكل ده كده، زي ما قُلت لِك الحشوة اللي موجودة عندِك واللي بتحبيها ولادِك بيحبوها ضيفيها، كمان كده صوص كاتشب ومستردة برضه للي بيحب الصوصات،
بالشكل ده كده، والساندوتش هتقفّليه بالمنظر ده كده. بيتهيأ لي ما فيش أسهل من كده حاجة معمولة في البيت ونضيفة و10 على 10 ما شاء الله. هاكمّل بقى باقي كمية الساندوتشات بتاعتي كلّها بنفس الطريقة، وزي ما قُلت لكم الحلو إن شاء الله هانزّله لكم في فيديو لوحده علشان ما أطوّلش عليك الفيديو. بطاطس وترتيب الساندوتش هنا هيرجع لِك. بطاطس بقى كام قطعة ستريبس بالشكل ده كده، جبنة، الخضار، حابة تضيفي زيتون زي ما اتفقنا، أي حشوة موجودة عندِك انزلي بيها ما فيش أي مشكلة خالص، وربنا يحسن ما بين إيدينا دايمًا جميعًا يا رب. تقفّلي الساندوتش مثلث بالشكل. أنا خلّصت كل الساندوتشات بتاعتي بالشكل ده كده. كل اللي هتعملي بقى بعد كده هترفعي طاسة أو grill على النار، هتنزلي فيها كده بقطعة من الزبدة أو الزيت أيًا كان المتاح عندِك والموجود عندِك اشتغلي بيه. هتنزلي بالساندوتش بتاعِك طبعًا كل حاجة معانا مستوية، يا دوب عايزين بس إيه ندّي الساندوتش كده إيه لون من على الجنبين، مجرد ما ياخد معاكِ لون من الجنب ده كده هتقلبيه على الوش التاني، مجرد ما ياخد معاكِ لون كمان من الوش التاني هترفعيه خالص من على النار، وهتكرري بقى نفس الطريقة دي كده لحد ما تخلّصي كل كمية الساندوتشات اللي معاكِ. تلوِّن معاكِ من الناحيتين الاتنين بالشكل ده كده. متهيأ لي ما فيش لا أسهل ولا أسرع من كده، ساندوتشات كريب معمولة كلّها في البيت، العجينة عملناها مع بعض وكمان حشوات الستريبس، أنا عملت معاكم قبل كده الستريبس كتير، فيعني كل حاجة معمولة في البيت وبنضافة متهيأ لي ما فيش بعد كده. شايفين؟ بألف هنا كده يا رب. يا رب الوصفة بتاعة النهارده تكون عجبتكم، وقبل أي حاجة ما تنسوش تصلّوا على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومستنية أشوف رأيكم في الكومنتات.